حبايب قلب ام علاء وعلا، صباحكم فل وهنا. يا صباح الارزاق، يا صباح السعاده، يا صباح الفل، يا صباح الورد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده يا جماعه فيديو حلو قوي، بس عايزين قبل ما نبدا الفيديو هنصلي على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اهله وصحبه وسلم. وكمان حابه ارحب بحبايبي اللي اول مره يدخلوا على قناتي، بقول لكم منوريني ومشرفيني ووجودكم على راسي من فوق. زي ما انتم شايفين كده، عايزين نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا نبدأ الفيديو مع فلاش. فلاش ده مية نار يا جماعة، ودي خطيرة جدا في تنظيف الحمامات وقعدة الحمام والحوض والسيراميك والبلاط. بصوا، حاجة سحر. مفيش احسن من كده ولا حاجه تانية تنظف من اكتر من كده. حتى الشباشب بتاعتنا بتاع الحمام عزكم الله اصفرت من الاستعمال ولونها غير. اضطر اجيب شباشب جديده، بس الميزانيه مخرمه خالص. هعمل ايه؟ هرجع الشباشب بتاعتي جديده لانج دلوقتي كمان. زي ما انتم شايفين، بص الصفار عامل ازاي، وحاولت اغسله مرضاش يطلع. حطيت عليه ميه نار. طبعا ميه النار خلوا بالكم منها جدا يا جماعه، بتكوي. يعني مفيش اكتر من ميه النار في الكوي، بتكوي بتدمر. فلازم تبقى لابسه جوانجي او مخليه بالك وانت بترشي. المكان اللي بتحط فيه بتدخن، بص، وتطلع بقى دخنه وتخنق. يعني انا اتخنقت في الوقت ده وقعدت اكح كتير قوي. وطبعا شلت الصوت خالص لانه كنت يعني من الاخر كنت حافظ. فانا بقول لكم اهوت، اوعوا تحطوا ميه النار من غير كمامه. واللي عندها نضاره تلبس نضاره عشان كمان بتيجي على العين. حاولوا تحطيها بسرعه 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 من جوه لبره، وتروحي طالعه وقافله الباب زيي وتسيبيها ساعه. انا سبتها دلوقتي تقريبا تلت ساعه او نص ساعه. طبعا الاصول كنت سبتها ساعه كمان. كل ما تسيبيها ميه النار بتنظف بتجلد، يعني ما بتخليش اي حاجه صفرة في الحمام، اي رواسب، اي ماده جيريه لازقه، اي اتساخ، اي دون، اي حاجه تخيليها. حتى لو قعدت الحمام في قلبها رواسب من سنين السنين، يعني اتحداكي هتلاقيه اكنك عامله الحمام بتاعك لسه جديد لانج. يعني مش عارفه، يعني احنا عايزين اكتر من كده. الفلاش ده يا جماعه اللي هي اللؤلؤه دي، اللي هي ماده ميه النار، انا جايباها تقريبا ب6 جنيه. كانت ب5 جنيه، فاما الحاجه غليت غلوها جنيه. حلوه قوي. هي مش غاليه جدا، يعني في امكانيه الناس اللي على باب الله هيجيبوها ب6 جنيه، هيخلوا الحمام بتاعهم فله شمعة منورة زي ما بيقولوا كده. مسكت بقى بعد ما خلصت خالص ولقيت الحاجة بقى عايزة يدوبك بفرشة بقى كده عشان الحاجات تطلع. بدأت بقى رحت جايبة حتة سلكة وماسكة السيراميك كمان، اللي هو بتاع الحيطان. بدأت أغسله بسلكة وصابون بقى. أي مادة عندك سائل، مواعين، صابون اللي هو السائل بتاع اليد ده. أي مادة عندك بتحبيه تغسلي بيها اغسلي بيها، أي سائل عندك تمام. مسكت بقى الحنفيات، الحوض من تحت، القعده من تحت. بص كله. حتى دلوقتي انا بغسل اهوت القعده نفسها من فوق، مطرح ما مثلا ببقى حاطه كريم او بلسم او شامبو اي حاجه. يعني خليتها ما شاء الله يعني جميله. عايزين بقى نستعد كده لتنظيفات شهر رمضان، عشان عايزين يا جماعه نفضي نفسنا على قد ما نقدر لقراءه القران الكريم. ركزوا على كده، قراءه القران الكريم فرصه جايه لنا من السماء، كنز ربنا هينزله علينا. رمضان كريم. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والاسره الكريمه طيبه وبخير، وكل سنه والامه الاسلاميه طيبه وبخير. طبعا عايزين نفضي نفسنا، وعايزين بقى نتبه لصلاه التهجد او صلاه التراويح زي ما بتقولوا عندكم. ونصلي ونعبد ربنا ونذكر ربنا وندعي على قد ما نقدر. أمانة عليكم، أمانة عليكم. أنا حملتكم أمانة هتتحاسبوا عليها قدام ربنا. ما تنسونيش بالدعاء. اي حد بيدعي يدعي لام علاء وعلا. بجد بجد انا في محنه مش لازم اقول عليها. مش حكايه بس ولادي تعبانين، لا انا في محنه، في كرب بجد بجد. يمكن الايام الجايه هتعرفوا الكرب ده. هقول لكم لان الكرب ده طويل شويه. يعني غصب عني انا مش هتقولي ربنا قادر على كل شيء يفكها. ربنا كبير قادر يفكها في ثانيه. قادر يفك الغمة دي اللي عندي دي في ثانية. بس أنا بقول إيه، الحمد لله. قضى الله وادي حكمته. ربنا ليه حكمة في كده، وربنا ريد لي كده. هتقولوا ريد لك إيه؟ كل ده هقوله لكم في فيديوهات جاية كتيرة قوي، وهنحكي مع بعض وندردش مع بعض. بس أنا عايزاكم تدعوا لي دعوة حلوة لأم علاء وعلا. ما تنسونيش بالدعاء، أمان عليكم. تمام. دلوقتي بقى يلا ندخل بقى إيه، نشوف بقى الحمام بتاعنا اللي بقى يعني بصراحة روتين جميل. أنا من يعني الروتين ده عجبني جدا يا جماعة. بيعرف أي واحدة بسيطة، أي بنوتة،
اي واحده كده، قومي البسي جويند، قومي البسي كمامه، هتجيبي اللقه اللي هي الفلاش اللي هو ماده ميه النار دي خام من عند اي ادوات منظفات، بتاع ادوات المنظفات اللي هو بيبيع الصابون والسلك والكرور والحاجات دي. تقول له انا عايزه ميه نار، هيدالك ب5 جنيه او ب6 جنيه، ب6 جنيه يا ست الكل. هتاخدي تحطيها في الحمام، بس خلي بالك الاطفال ما يدخلوش الحمام. يا ريت الكلام ده يكون الاطفال في الدروس بقى بره، او مثلا بالليل في الوقت هم بالليل نايمين وانت قاعده مع نفسك كده الساعه 1 ولا الساعه 2، تعملي الحكايه دي وتخلي بالك من اولادك. تمام. طبعا الحمام عندي اقسم بالله العظيم يعني من الاخر كده بيزيق، احط صباعي كده على الحوض ولا على السيراميك الاقيه بيفرق ويزيق ويخربش. فانا فرحانه جدا يا جماعه، اقسم بالله فرحانه جدا. اقل حاجه بتفرحني، مش عارفه بقى عيب ولا ميزه، اقل حاجه بتزعلني. يعني انا اقل حاجه بتزعلني واقل حاجه بتفرحني، يعني قلبي يعني الحمد لله، قلبي طيوب يعني. تمام. بص بقى الحمام بتاعي بقى قمرايه، فل شمعة منورة زي ما بيقولوا. يلا اللي ما اشتركتش في القناة، يلا انزلي اشترك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله، ويوصلك فيديوهات علاء وعلا ان شاء الله. تشوفي مني اقوى الروتينات واقوى الفيديوهات. وكده الفيديو يكون خلص.